لينا، وأكيد هذا اسمي ماشي الحقيقي، من الوسط الجزائري، عايشة في عائلة الحمد لله ما عندناش وما يخصناش. يتيمة الأب، يعني كي كنت في كرشيمة مات بابا. عندي 4 خوتي رجال، الكبير فيهم متزوج بولادو. عشت في الدلال بما أنه عايشين في بيت جدين تاع بابا، ولكن نطلبها تجي من خاوتي ولا من جدي، وتاني ماما ربي يخليها لي. كنت بنت عادية، نصلي حافظة كتاب الله من ليكول للدار ومن الدار للجامع، يعني الحمد لله محجبة. نخاف من خاوتي وجامي نخون الثقة تاعهم، نخاف منهم حتى انه نوقف عند باب الزنقة بلا حجاب. وكنت متفوقة في قرايتي دايما الأولى، وإذا طحت زعما خلاص نجي رتبة تانية. شفتوا هذيك البنت اللي في العائلة يضربوا بها المثل؟ يا أخي في كل عائلة كاينة طفل يقول لك شوفي بنت فلان، علاش ما تكونيش كيما هي؟ هذيك هي أنا أو كنت. حكايتي بدات كي كنت سنة تانية ثانوي، كان في عمري 16 سنة. كاينة خالتي دايما ضرب المثل بيا وتقول لبنتها كوني كيما لينا. نديروا لها اسم هادية بنت خالتي مريم. كانت تقرا معايا، يعني هي عكسي تماما، طويشية، تصاحب رجال، ما تقراش. وكانت من الغيرة تاعها كي تقارنها يماها بيا كانت تكرهني. في مرة من المرات حبت تنتقم مني وتحبس هذه المقارنة من جهتي معها. حبت تدير لي مقلب وتطيحني باش تفسد السمعة تاعي. قعدت تقولي وش بيك متخلفة، علاش ما تكونيش اون كوبل وقاع لازم تجربي الحب. انا كنت رافضة، زعما وش تقول. وكانت تحرش عليا بنات القسم وتقولهم غسلوا لها مخها. كيما كان الحال غسلوا لي مخي وبديت نتحلى بشوية. كنت تعرف المراهقة. قالت لي مريم هذا راهو يحبك ويموت عليك واسمه معاذ. قالت لي دايما يسقسيني عليك وناوي الحلال. قلت لها صح ناوي الحلال؟ قالت لي ايه. انا فرحت، قلت قليل وين تلقايهم ناوي الحلال. المهم في وقتنا يعني كانت انا كنت نية. خرجت معاه مرة بالي طويشي، وخرجت هذا طايطاي. قلت له شوف يا وليد الناس، انا بنت فاميليا ومانيش حابه نهبط راس خوتي رجال. اذا كنت ناوي الحلال اروح لباب الدار مرحبا بك، وهذه اخر مره تجيني للزنقه. بالك تمرمد فيا هكا. قال لي مريقله وراح. كانت صورتني وانا نحكي معاه في الزنقه. ما كان هذا كان خالي، ما كان حتى واحد فيه. روحي يا اليوم روحي يا اليوم. مرة كنا قاعدين نتعشى وجا ميساج لخويا مروان اللي أكبر مني بعامين، نخافو كتر من الكبير. جاي دايما زابط وجهه ودايما يعس فيا غير أنا. المهم كنا نتعشى وجاه ميساج كما قلت لكم تجاهلوا. بعدها بقاو غير يعيطولو بالماسك، يخرج هو برا وحنا كنا قاعدين. بعد ما قطع من التليفون شاف لي ميساج، لقات صورتي مع هذاك معاد. ولقى لي ميساج يعني ماشي ملاح ومفبركين. شغل انا هدرت معاه، بعثولو لي كابتور ديكرون في ميسنجر. وانا والله العظيم ما عندي تليفون، ما نعرف لا فيسبوك لا مواقع التواصل الاجتماعي. المهم جا دخل وانا كنت نلم في الماعن، جا طول ضرب راسي على الطابله، دخل لي الزجاج تاع الطبسي في جبهتي. خص شويه يعني عيني تروح فيها، ربي يحفظني. جو خاوتي فكو، يما تعيط، جداتي تعيط، قاع يقولوا وش بيك هبلت. رفدني خويا محمد. شوفوا خاوتي الكبير اسمه بلال، بعدها محمد، بعدها مهدي، وبعدها مروان، وبعدها صغيرة. حضني خويا محمد، ما تقدروش تعرفوا شحال يحبني. وخويا مهدي حاول يهدي خويا مروان. قالت له ما وش كاين وش دارت. ونشوف خويا عينيه يحمروا وزعفان ويترعد. خفت، قعدت نزير على محمد ونقول له سلكني. بعدها قعد يقول شوفوا الدلال تاعكم وين يوصل، بنتكم تخرج مع طفل ماشي غير هادي مع صاحبي وتحكي في حوايج أكبر منها. دار خويا مهدي وطلق خوه وجا راح يزيد يضربني انا عميه، حتى قالهم خويا محمد اصبروا، اللي مسها راح يشوف ما لا يرضيه. يما تغاشات دا خويا السبيطار. دخلني محمد لا شومبر تاعي، قعدت معاه، قال لي غير صارحيني صح وش صرا. قلت له يا خويا ياك تعرفني مليح شكون انا وتعرف تربيتك ليا؟ قال لي ايه. قلت له صدقني ماشي انا. قال لي مصدقك بصح تصويرتك. حكيت له واش صرا من البدايه. قال لي دوكا ارقدي وانا نعرف واش ندير. رقدت دمعه وخنونه وما قدرتش نغمض عيني من البكا. غدوه جات من السبيطار، ما حبش تهدر معايا، نسقسيها ما تردش، مسكينه طلعت لها لا طونسيون وكانت تتشنف، وانا كنت راح نهبل اللي ما تهدرش معايا. قعدت هكا وحدي، واحد ما يهدر معايا حتى والو غير جدة ومحمد مرات هكا، ونروح لدار خويا بلال خطرات نقعد عنده. وبلال كان ماشي سامع بالحكاية، غير مرتو برك، لو كان يعرف يذبحني. مرة جينا نتعشى، تجمعوا قاع على الطابلة يضحكوا، جا خارج محمد وشادني من يدي باش نتعشى معاهم. ناض مروان قال شبعت، قالوا محمد اقعد عندي هدرة معاك.
قعدنا في رحبة، حكى له محمد على كلش واش صرا، وقال بلي مريم هي اللي لعبت هاد اللعب. نشوف خويا مروان يعرق ووجهه يحمر، عرف روحه غلط. قال له محمد تعلم، اكبر وافهم قبل لا تخسر اختك على جال واحد كلب تاع الزنقة تاع صاحبك. قال لي سمحي لي وقع، وانا قلت لهم راكم خاوتي كيفاش ما نسمح لكمش. المهم خويا رفض روحه وراح لدار خالتي، فتحت له مريم طول عطاها دبزه الوجه وقالها باش تعلمي المره الجايه ما تاذيش الناس اللي اشرف منك، اللي ما تسوايش، برد لي قلبي. بصح ما كملتش على خير، جات خالتي على 12 تاع الليل طبطب وتعاير. عبالكم كاع السبان اللي كاين في الدنيا قالتو هادو لعنات، هذا سبان. العائله الكريمه كاع جبدتها. فتحنا الباب، طبعتني وقالت لي وراهي اللي زعما اختي. قالت لها شدي الكلبه تاعك اللي ما على بالكش اسكو راجلك باباها ولا لا، وشدي ولدك هذاك اللي ما يسواش. ودارت لي قالت لي انتيا ما تلحقيش حتى ظفر بنتي، راكي سامعه وجه الشر ملي جيتي للدنيا وانت تجيبي في النحس لداركم. وخرجت وعادت يما. بعد مرور عام انا جوزت الباك صايد، درت تخصص مدرسه عليا لغه انجليزيه، حياه جديده، نسينا الباسي وكاع. بدات حكايه جديده، انه كان يعجبني واحد واول مره يدق قلبي عليه. كنت يعني غير معجبة به بسرية، مش راح نقول اسمه باسكو راني خايفة. المهم فاتوا سنين وانا غير نشوف فيهم من بعيد. حتى مرة في الاختبارات جاتني طفلة قالت لي وين تسكني وتجبد مني في الهضرة. قلت لها علاش كاش ما تسحقي؟ قالت لي لا لا واحد حاب يخطب. قلت لها مرحبا بصح شكون؟ قالت لي فلان. انا سمعت اسمه قلبي قريب خرج، ما امنتش، مت بالفرحة. بصح ما بينتلهاش سما كما يكون الحال. هو حد الآن ما هدرش معايا بخصوص الموضوع هذا، جاب يماه وخطبه وتفاهمنا. كان هذاك الوقت عندي 20. خاوتي قبلوا قالت لهم يما ما يديروش رؤية شرعية باسكو يقراو مع بعض ديجا. قلت لها يما لا لا ماشي يقرا معايا معناها مدا صراتو، نديرو رؤية شرعية وزيد ما شافنيش بلا خمار. انا هنا زدت كبرت في عينين خاوتي بلي انا خاطيني وقاع درنا الرؤيه الشرعيه، بان لي شخص متشدد. انا كنت دايره حجاب، قال لي ديري حجاب شرعي ولازم يمه نخدمها له كاع. انا قلت قابله حجاب شرعي اصلا واجب علينا. المهم فاتت على خير حتى بعد ما جاب لي خطيبي تليفون، جاب لي تليفون غالي ايفون، بحكم هو كان يعني لاباس عليه باش نولي نهضر معاه. جابولي صح كان يعيط لي في سمانه مره، بصح كنت نحبه، كان مهملني شويه بصح شاده فيه. مرة دخلت لواحد تطبيق تاع التعارف، يعني هذه كانت غلطة كبيرة درتها في حياتي. تليفون شوفوا الأضرار تاعو اللي ما يعرفش يستخدمه. هذاك الموقع أو تطبيق تاع التعارف فيه شغل من مختلف العالم يتعارفوا للزواج. قلت انا بناس يهضروا لونجلي، هذه هي كانت نيتي، وبحكم انا تخصص تاعي انجليزيه قلت نطور من الكونفرساسيون تاعي كومونيكاسيون، وزيد نعمر الفراغ اللي كان دايره لي خطيبي. تعرفت على شخص اسمه دافيد من الامريكان، جاي من مدينه شيكاغو. تعرفنا ولينا نهضروا، انا ما قلتلوش اصلا مخطوبه ولا جبت له على حياتي، كان معظم حكاياتنا على الثقافات واللغات. المهم مرة قال لي حاب نتلاقى بك، قلت له انا ضحكت، قلت له انت راك في جهه وانا في جهه، انت في قاره وانا في قاره، وين نتلاقاو؟ قال لي في الشتا الجاي نجي للجزائر ونتلاقاو. انا حسبته يتمسخر. وبالمناسبه هذا دافيد مسلم لانه التطبيق هذا تاع المسلمين. قلت انا الشتا الجاي نولي في دار راجلي ونولي مبلوكياتو. المهم السيد كان سيريو، جا شتا وعرسي كانوا كل مره يوخروه، مره مات جدو، مره راهو يبني، مره الصبري. مرة كنت راقدة حتى وصلني ميساج في السناب بعت لي هذاك دافيد باللي راهو في المطار، ونشوف باللي هو مع يماه موراهم طيارة. بون قالت لي بعت لي ستريك، انا ما نعرفش سناب شات يا خوتي، ما على باليش شنو ستريك هدايا انا قديمة. لقيت موراهم طيارة تاع خطوط الجوية الجزائرية. قلت وهذا سيريو السيد ماريكاني وضارب فيا عشقة وجا معي مهل الجزائر على جالي. قلت بالك عجبته الطيارة صور معها ولا شنو. بعدها بعث لي في سناب قال لي راني في العاصمة، واش نقدر نركب باش نجي حتى الباب داركم؟ نط من بلاصتي صوتيت، قلت يا خاه كيفاش ندير دوكا؟ ورحت عندي ما قلت لها، بدات ما تعاير فيا، واش نقول لخوتك، واش ندير، وين ندير وجهي، وفاميلية راجلك كيفاه. المهم بعثت خويا محمد يجيبهم المطار، حتى جاو داخلين السيد جا راح يعنقني.
او انا بعد. وخويا قال له واش بك انت؟ المهم دخلنا يمه للصالون، هو قعد مع خاوتي. كان غير خويا مهدي يهضر بالونجلي، باقي يهضروا معاه بالاشارات. قال لي هذا دافيد ولا ديفيد بلي انايا جيت نشوفك نلقى خاوتك دايرين بيا. قلت له هذه هي العادات والتقاليد تاعنا. مالينا راجلي كيسمعوا بلي جايبه امريكاني للدار عمرو راس خطيبي وقالوا له بلي جايبته من هيه وبايت معاها. شوفوا يعني زادوا في الهضره. خطيبي ما حبش يفهم، جا طول قال لخويا بلي راني نبطل على اختك. قال له واش من سبا؟ قال له تهضر مع رجال وزيد قاوري. قال له خويا في رايك لو كان دارتها، لو كان رانا مخلينها عايشه؟ احنا ما راناش جايبين راجل وفرحانين به، يماه صاحبة اختي وهو غير جاي محرم مع يماه. هذه انا كذبتها على خاوتي باش يامنوني. المهم قعدوا معنا 4 ايام وحنا نحوسوا بهم في الجزائر. نهار الخامس نورمالمون يروحوا كنا راقدين، دافيد درنا له شومبرا تاع جدي يرقد فيها. المهم راقده مع يما وجدتي في شومبر تيما، وخاوتي كل واحد في لا شومبر تاعو، وانا كنت راقده في الشومبر حتى نسمع الطبطيب. وبعدها يحبس انا تخلعت، رحت نشوف شكون انا مع اللي فتحت. هو كان شايد موس وغلق لي فمي، داروا لي في رقبتي هذاك الموس. هذا السي دافيد. انا ما فهمت والو، قال لي تهدري يعني بلونجلي، قال لي تهدري هذا الموس رشقو فيك. انا قاعده غير نبكي بالسكات. تعدى عليا ودا اغلى ما عندي. قعدت نقول له علاش. قعد يقول لي 4 ايام وانا هنا قاعد غير مع خاوتك، ما قعدتش كاع معاك وخليتيني نقعد معاك، مش راح ندير كاع هكا. وتقول لكم المتبعة باللي ما ديروش لمن في الأجانب، راهم كما الحيوانات تهمهم شهوتهم برك. المهم جا النهار اللي راحوا فيه قال لي واش رايك تروحي معانا؟ قال لي البارح عجبتيني بزاف، عبالكم حبيت نحكمو ندفو كرهتو. راح هو ويمه وانا صايد حطمت. شكون راح يشوفني انايا؟ شكون بمنا حنتزوج الاخر؟ راح صاي. خاوتي لو كان يعرفوا بهذا الشيء يذبحوني، لو كان غير مت وخلاص. عرسي كان غير يقرب وانا نوخر فيه، حتى قالوا لي صاي صمتيها لازم تتزوجي. كان باقي لي على عرسي 20 يوم، الناس قاع فرحانه وانا عكسهم. حاولت نتواصل مع هذوك زعما كاش طبيب يدير لي حل، بصح ما كاش. والحظ ما حالفنيش، قعدت غير موسوسه. حتى قلت ندي شويه ذهب تاع عرسي ودراهم الشرط ونزيد نبيع تليفون تاعي ونمشي غير بالقديم تاعي ونهرب. كيما كان الحال الشيطان لعب راسي. درت واش كنت ناويه، عيط هذاك لدافيد قلت له هبط للجزائر ونتلاقاو في المطار. بداو التحضيرات تاع عرسي وانا نمثل بلي راني فرحانه، وخاوتي ما خلاو مشرو في جهازي. كنت كل اميره. يما دارت الحلوى من كل نوع. واحد النهار في الصباح كان باقي على عرسي 17 يوم، رفدت الفاليزه تاعي خرجت على 7. لقيت دارنا يفطروا، سلمت عليهم ماشي من عايدين سلم. قالوا لي واش بيك ما خصك؟ قلت لهم راح نتوحشكم ونعنق في يما ونبكي. قالت لي يا اخي دار خطيبك غير مع الدوره واش توحشينا؟ خويا محمد قالها ايه نتوحشوها، راها قطعه من قلبي. هاد الكلام نحى مني النص. قلت ماشي عارفين بلي حنهرب وين؟ لطرف الدنيا، لو كان غير جات ولايه واحده اخرى ولا. خرجت الفاليزه تاعي، قالت لي ماما وين رايحه بهاد لافاليز؟ تقول رايحه تتزوجي درك؟ قلت لها رايحه للحمام. قالت لي صبري نروح معاك. قلت لها لا متفاهمه مع بنت الجاره تروح معايا. قالت لي حمام وتدي قاع هاد القش؟ قلت لها ايه نسحقهم باش نسييهم. المهم انايا رحت لقيت دافيد يسنى فيا، كان شرالي البيي وانا الباسبور ما نحتاجش، عندي حمرا بسبب جدي عنده جنسيه فرنسيه. مالينا تحبيني. قلت له كل ما جا الشرف تاعي عندك ما راح تزيد تشوفني. ركبت في طياره وانا مع شخص غريب رايحين بلاد الكفار، ما على باليش واش ندير. قعدت غير نبكي. هو شكيت غدو، قال لي نوصلوا لتما نتزوجوا. قلت له صحه وعد؟ قال لي وعد. المهم لحق الليل وانا مازال ما جيت. راحوا دار الجاره، قالت لهم بنتي ما راحتش الحمام وما جاتنيش قاع بنتكم. خويا فكر قال بلي معاذ خطفني. رحت هاوش معاه، قالوا ما على باليش بختك انايا. المهم حوسوا الدنيا ما لقاونيش. لا بوليس تدخلوا بعد 48 ساعه. يما تحوس قاع يحوسوا وسمعوا كامل الناس. جده سمعت بالخبر جاتها سكته قلبيه. راجلي او خطيبي سمع بالخبر قالوا بلي هربت. قال بلي طلقني وانا في الطياره ما قدرش نسكت بالبكاء. وصلت الماريكان، حياة مختلفة على تاعنا، حياة صامتة على العشية تاع العيد. دخلت عندي ما استقبلتني ورقت هذيك الليلة غير البكاء. واش يكون صرا في دارنا؟ واش ردة فعلهم؟ غدوة من داك قال لي نتزوجوا، قلت له ما نتزوجش حتى نتفاهموا على كلش. المهم بعد ما قلنا كلش اموراتنا تزوجنا وعشنا عادي. بصح ماشي هذه هي النهاية او نهاية الحكاية السعيدة.
زوجي كان مسلم وكان يعني قال الشهادة، يصلي ويصوم، بصح مازال في هذيك الحالة تاع يشرب كي يتلاقى بصحابه، ونكون قاعدة في لاشومبغ عادي ندي راحتي مع راجلي، يجي مدخل عليا صاحبه. هاد الحالة تاع صحابه تاع عنده صحاباته كانت تقلقني بزاف، وكنت حاملة بزاف. تخيلوا تلحق بهم لدرجة تاع كي نخرجوا في رحبة مع الأصدقاء شغل يهضروا هداري ويديروا عفايس ماشي ملاح، نبدا نبكي وما نقبلش هذا الشيء. يبداو يضحكوا عليا شغل زعما انا يا روطار ولا ما نعرف. يعني تشوفوا المعنى الالم اللي يصرى معايا قراف. انا كنت في دارنا معزه مكرمه، جيت للذل والشماته تاع رجلي، والله هو شوفوا يحبني وحنين معايا، بصح كي يكون مع صحابه يدوروا له راسه، بالك هذه عادات عندهم وانا ما قدرتش نحملها. رفدت من راجلي وجبت ولد، كي خبرتي ماه وخبرته هو مات بالفرحه، وشرط فيه اصدقائه ما يشوفوني ما نشوفهم. انا تبت لربي وربي يتقبل لي التوبه. على كل حال الزواج تاعي على بالي بلي باطل، لانه تزوجت بدون ولي، لازم نصحح الغلطه تاعي. حاولت نتواصل مع خويا محمد ونبعث لي ميساج ما يردش حتى الان، ولا واحد يرد عليا. ادعوا لي نلقاهم يردوا عليا ونعاود نجتمع معاهم. وخفت نهبط للجزائر يقتلوني. حاليا عندي ولدي سميتو امير، في عمره 8 شهور، عايشه عادي ربي في ولادي، لا اصدقاء امريكيين تاع الهم لا والو. انتقلنا حتى لوس انجلوس باش نعيشوا حياه مستقره. الحمد لله. دوك على كل حال مع انه ما رانيش هانيه، وحبيت ننصحكم بالك ديروا الشيء اللي درتو انا. تليفون ما تعرفوش توتيليزيوه يجيب لكم الهلاك، واختكم التطبيقات هذو تاع الخلاط. وانا ندمت بزاف لاني رحت من النور الى الظلمات. ربي ان شاء الله يتقبل توبه تاعي. راني حابه برك نتلاقى بيما وخاوتي، نعاود زواجي وقلبي مشوي عليهم. ما يغركمش الفاني والدنيا، هذه راهي ما كان والو، راني في الماريكان وراني شفت. ديروا قيمه لرواحكم، وكي تسمعوا الحكايه حاولوا تدوا العبره منها. ونوصيكم عائلتك عائلتك عائلتك. شكرا لكم لانكم سمعتوا القصه.